الجمعة وتبدأ البطولة التونسية. كان بديت ما صار حتى شيء من بعد الفضيحة متاع المشاركة متاع المنتخب الوطني التونسي في كأس العالم 2026. بلعنا 12 بونت وما مركينا حتى واحد، أول مرة نخسروا 3 ماتشات. حاسيلو حشمة كبيرة على الآخر، لا ثم لا تقرير فني لا شكون يتحمل مسؤولية. ما صار حتى شيء به. قولوا يا سيدي هذاك مشي على روحه بربي تعبنا منه، مش مشكل. نجيو للصحيح. ما خويا الفيفا عطات لكل منتخب شارك، عطات للجامعة اللي تمثلوا 10.5 مليون دولار على الأقل، 9 مليون دولار متاع المشاركة فقط، و1.5 مليون دولار متاع التحضيرات. يا سيدي الفلوس هذه يقولون على الأقل وين باش تتصرف، وين باش تمشي، شنو باش نحسنوا، شنو باش نعملوا. بقر الله في زرع الله. نرجعوا للبطولة. به في بالكم انتم اللي القروان التاس وافقت لها في مطلب استعجال نظر بإيقاف البطولة أو تأخير بدايتها، وأنه التاس عطات للجامعة حتى ل 18 أوت، يعني نهارين أخرين باش تجاوب، واللي هي التوا اللي جاوبت. دونك نحنا مازلنا ما نعرفوش 6 أيام اسكو بالرسمي باش تبدا في وقتها ولا ما تبداش جملة، ولا باش تبدا من بعد ندرا قداش. وهذا الكل على حساب جمعيات ديجا هي قاعدة تعاني. وها باش نعطيكم اكزومبل. المتلوي مثلا نهار 14 أوت خرجت بلاغ قالت انا راي البطوله نتاع 2026 2027 راني غير قادره باش نلعبها. من الاخر قالت وهذا لغياب الدعم المالي من سلطات الاشراف والى اخره. يعني انت ديجا عندك جمعيه هي مستعرفه اللي مش منجمه تلعب، رزنامتها وحدها باش تعمل فيها. تي مش كان المتلوي، تي في بالكم انتم عاطين المحترفه الاولى هذيا للانديه حتى 17 اوت يعني غدوه باش يخلصوا الديون نتاعهم. في بالكم اللي بنزرت مثلا زادها هي مسكينه بيدها تعاني ومش قادره، ثم دائنين وحيد اخرين قال لك مازلنا ما استخلصناش الديون نتاعنا من عندها. معناها عندك رزنامه اخرى نتاع جمعيه اخرى، شنو باش تعمل فيها؟ وهذا كله 5 و6 أيام قبل ما تبدا البطوله، رغم انه الاشكاليات الماليه ما زالت حتى عند جمعيات اخرين. اما باش يطول الفيديو، هات نتعداو للملاعب، هات نبداو بالمسابقات الافريقيه. وجهك قدام العالم يا معلم، وجه البلاد. في بالك انت كان ستاد رادس هو كاتيجوري 3، يعني الوحيد اللي نجم يلعب دوري المجموعات والادوار الاقصائيه من بعد. في بالك وعندك كان سوسه وصفاقس كاتيجوري 2 اللي نجموا يتلعبوا فيهم كان الادوار التمهيديه اللي يرشحوا للمجموعات. انت عندك 5 6 جمعيات يلعبوا ما بين الكاف كاس الكاف وما بين الشامبيونز ليج، يترشحوا لك الكل المجموعات. يلعبوا 6 في رادس، هاي تعطل رادس للي نارة للأرضية للي تحب انت. شنو نعمل؟ واليوم بعد عزنا ودليلنا وتنظيم كأس افريقيا وكأس البحر الابيض المتوسط، لعابة البحر الابيض المتوسط والى اخره، نوليو نتشحتوا في البلدان باش يلعبونا عندهم. يا سيدي نجيو للمحلي نحنا تو. سيدي في المحلي البطولة تبدا نهار 22 اوت. طلع وقتاش؟ نهار 22 اوت في طنبك سخانة ووسو وقايلة. تعرف وقتاش يلعبونا؟ افكتيفمون في القايلة 4:30. عليه راهو العالم ما عادش يعمل هكا، راهو بالرسمي العالم ما عادش يعمل هكا. شنو ماتشويت 4:30 طلع عليه؟ على خاطر خويا باش ما توليش سياسة المكيالين. ثم زوز 3 بركة عندهم الإنارة ينجموا يلعبوا في العشية ولا في الليل، الباقي ما عندهمش. لعب الناس الكل في القايلة. التحكيم اللي في تونس ديما تحوم حوله الشبهات. يتبدل اللي باش يترأس التحكيم ويعمل استراتيجية التحكيم كاملة الجمعة قبل ما تبدا البطولة. الحمودي ينسحب، عينه الجويني في بلاصته. وقتاش؟ الجمعة قبل ما تبدا البطولة. حشومة على حشومة. كملناش ما هالخبابل هذوما الكل، نجيو توا للجماهير اللي باش تعمر استاد. اما غريب ماهوش باش يتعمر كيما العادة. معناها لا يقول لك قداش اسكو بطاقة استيعاب كاملة مش طاقة استيعاب كاملة، اسكو باش يكون بزوز جماهير متاع زوز نوادي، والا باش نكملوا هكاكا فك اللعبة الخايبة الماستا تاع زوز جمعيات وجمهور واحد. ثم حتى معلوم انا اعطيني من بكري قاعد نتكلم ومسامحينهم في ملف كبير متاع العار متاع المنتخب التونسي. نقطة من الهم اللي نعانيو فيه سنين هذه الكل تصلحت شي واحدة فيهم. شيء البث التلفزي يا ابو قلب، عبيد تبدا قبل بعام و2 تعرف شكون خذا الحقوق. الناس ما تعرفش، باش تعرف الناس تمشي تشري باش تعمل لابونمون باش تتفرج، شكون باش تعدي شكون مش تعدي، باش الجمعيات تعرفش عندها حقوق من البث. حتى معلومة بربي طلب مني حقيقي،
نحيونا حكاية بطولة محترفة، مالكنا كان هذا الشعار هذايا اللي منضوين تحته، وهو كذبة في حد ذاته على خاطر تحشم باش تجي تحكي على بالحق الاحتراف شنو. دونك حطوها ردوها بطولة في طور الانحراف، وإلا بطولة هاوية برجولية، وخلي كل ما نتذكروا الكلمة هذيك هاوية نحاولوا أن نحسنوا. أما كيف نقولوا بطولة محترفة سي بون، تحسك اللي انت مسكر استاجات الكل. نحيوها لنا يا أخي، قرار سيادي، قرار اللي تحبوا انتوما، ما لازمش تتنطق بطولة محترفة، راهي منحرفة. من غير ما نحكيو على جودة الملاعب، من غير ما نحكيو على انت حتى حقوق البث عطيتهم ناس تمشي تصور ما تلقاش حتى وين باش تحط بريزات الكاميراوات. يا ودي حالة حليلة. ممكن الحاجة الوحيدة باش واحد ما يذمش كل شيء اللي تحسب لهم هو قلك الفار من الجولة الأولى، مش نقعدوا نستنيو كما العادة يخلطوا حتى يشوفوا وين هي الشركة اللي باش يتفاهموا معها، أو متفاهمين المرة هذه على الأقل حويجها نقطة إيجابية. شنو وين الخدمة؟ وين الفلوس اللي تاخذت؟ وين ماشية؟ وين توجهت؟ تصلحت شي نقطة من النقاط اللي قاعدين نعانيو فيها واللي قاعدة تدمر في الكورة متاعنا التونسية. ماناش قاعدين نقدموا، ما ثم حتى شيء، ما ثماش حلول. تعيين ناخب وطني في ملف ديجا ما تسكر بو على خود قرطس وتحط في شكاره ومشي على روح. البطولة هذية ماكش فاهم باش تبدا مش باش تبدا، ما شكلها كيف ما هي، بالعكس ما تزاد التين كان بلة ولا كيفاه. شنو باش نعملوا؟ الله أعلم. شنو هي الحلول؟ الله أعلم. العباد هذية تخرج تكومونيكي لا. معناها الكورة في العالم مهما كانت البلدان مشاكلها، راهي الكورة فيها اسكاباد للناس اللي تحب تهرب، منافذ كل عبد وين يحب يهرب. ثم ناس خويا تمشي الحاجات خايبة، مخدرات، ثم ناس اللي يحب يمشي، ثم ناس تمشي للكورة مغرومة عشق، كيما الدول المتطورة، كيما الدول النامية، كيما الدول المتخلفة. القائمين على كورتنا في تونس ما همش ناويين يخليوا هذه مصدر متاع انه الانسان يمشيله باش يبعد على حاجات اخرى، بل بالعكس لازم يمشي لحاجات اخرى باش ما يمشيش للحاجه هذه، على خاطرها ممكن تنجم تزيد تدمر له حياته. ما تنجمش تهربها، ما تنجم كان تهرب لها بلوتو، ما تنجم كان تهرب منها.